إخواني السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتحليل مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الاسكتلندي. المنتخب الوطني المغربي انتصر وانتزع النقاط الثلاث، بالتالي فهو متصدر هذه المجموعة بأربع نقاط بعد التعادل الأول أمام المنتخب البرازيلي. إذا ففي انتظار مباراة البرازيل وهايتي سنرى من سيكون المتصدر، ونتمناها صدارة مغربية باش أننا لعبوا المباراة الأخيرة بكل أريحية. مباراة كما توقعناها ما كانتش سهلة، ولكن ما كانتش صعبة، خصوصا وأنه حنا اللي صعبناها على ريوسنا. وخا ماركين الهدف الأول في أول تقريبا دقيقة من المباراة عن طريق السيفاري. تعاملنا مع المباراة كما بغينا، يعني حنا سبقنا البيت، كل ما سبقناش البيت غادي نوقعوا في مشاكل وكوارث كبيرة في أننا غادي نبقاو نبحثوا على الهدف. كما قلنا فالمنتخب اسكتلندي صعيب فاش كيسد ب4-4-2، فهو كيخلق واحد المشاكل، خصوصا فاش انك تمرر الكرات بين الخطوط. ولكن المشكل الكبير اللي عانينا منه واللي عانينا منه من المباراه ديال البرازيل هي السلاسل الهجوميه كاينه، ولكن ليفيكاسيتي، اي اننا نستغلوا الكواري اللي كيوصلوا المنطقه الاخيره، يعني الجزء الاخير من المنطقه الهجوميه للمنتخب الوطني المغربي هي المشكل. يعني شفنا بزاف ديال المحاولات باش انك مثلا تشوف في الاحصائيات انه المنتخب الوطني المغربي وصل المرمى 12 مره، وفقط لو الحارس ديالهم كان طاكا فرصه واحده. يعني اننا ما قدرناش بزاف في الكواري اللي عطينا اللي تعطوا لنا كفرص في هذه المباراه، فهو مشكل. فيما يخص البوسيشن، فالبوسيشن في الصالح ديالنا، فقلنا ان المنتخب الاسكتلندي كيخلي الكره وكيلعب على المرتدات، خصوصا انه عارف ان المستوى ديال اللاعبين ديالو سواء فرديا او جماعيا فلا يقارن بالمستوى ديال المنتخب الوطني المغربي. نفس الشيء فيما يخص ايضا يعني التمريرات، 581 تمريره مقابل 455. يعني احنا تغلبنا على المنتخب الاسكتلندي في كثير من الاحصائيات، ولكن فقط خانتنا الفرص التي ضيعناها. ولكن يجب التعامل مع هذه المشكلة التي يمكن أن تكون مشكلة كبيرة أمام منتخبات كبيرة التي تعرف كيف تسجل، التي تعرف كيف تستغل هذه الحالة. فمثلا إذا كنا لعبنا أمام البرازيل ووقعنا في نفس المشكل، يعني سبقنا الهدف بعد ذلك عادوا واستغلوا ذلك الخطأ، يعني أننا ضيعنا بزاف ديال البيوت واستغلوا داك الشيء وتشحنوا، وداك الشيء كان طاقة معاكسة وماركوا بهدف التعادل. اليوم المنتخب الاسكتلندي كان ربما منتخب بمستوى أضعف منا، لذلك لم يتوصل إلى الشيء المرغوب فيه. أو أيضا يمكن نتحدث عن الصلابة الدفاعية التي أبان عنها المنتخب الوطني المغربي اليوم، أو وسط الميدان الذي كان رائع، ولكن لسوء الحظ الخط الهجومي او حتى اللاعبين نتاع الوسط يوفى كوصول المنطقه الهجوميه كيضيعوا الاهداف. نتمنى ان يصلح هذا الخطا في المباراه الاخيره امام هايتي للدخول إلى ممر أو مرحلة المجموعات، مرحلة إقصاء أو خروج المغلوب من أجل تفادي إهدار الكثير من الفرص. مباراة كانت جيدة يعني تكتيكيا من المدرب وهبي بالدخل بتشكيلة شاهدناها أمام المنتخب البرازيلي، يعني حافظ على نفس التشكيل، بالتالي أيضا نفس اللاعب امتلاك الكرة، يعني خلق المساحات، وبعد ذلك تسجيل الأهداف. استغلينا المنتخب الاسكتلندي قبل أن يبدأ دخوله في المباراة، سجلنا عليه الهدف الأول، بالتالي أربكنا خطط المدرب كلارك. المنتخب الاسكتلندي اليوم أبان عن كعب كبير، يعني علو كعبه كان كبير، خصوصا فيما يخص بعض اللاعبين ديفونس ديالهم كان مزيان، وخلى الحارس انه يخرج فقط بهدف واحد، خصوصا المدافع هندري وايضا هانتلي. ونفس الشيء بالنسبه لفيرغسون اللاعب ديال برايتون، كان قدم اليوم مباراه جيده، لكن اللاعبين اللي كنا اولين عليهم انهم يديروا لنا الخطوره، خصوصا ماكتوميني وروبرتسون، ما بانوش، يعني كانت عليهم الرقابه، بالتالي فشفنا فقط ماكتوميني في بعض المرات يظهر يعني تفاهم اللي كان ايضا ما بين
اللاعب ماغين وروبرتسون ما شفناش كما شفناه مثلًا أمام منتخب هايتي. آدمز أيضًا يعني تقريبًا حتى المدرب هاي مدرب وهبي خدم على هذه المباراة، بالتالي فما شفناش يعني الأسلحة ديال المنتخب ديال اسكتلندا. إذا فنتمنى أن تكون هذه المباراة ومباراة البرازيل هي درس بالنسبة لنا من أجل تفادي الإخفاقات فيما يخص أمام مرمى الخصم. ففي الشوط الثاني يعني المدرب وهبي دائما ما يتأخر في إجراء التغييرات، فشفناه في المباراة الأولى تقريبا الدقيقة 75 نفس الشيء، اليوم حتى الدقيقة 81 جو كخوا باش دخل اللاعب سفيان رحيمي، عفوا الدقيقة 84 باش دخل سفيان رحيمي، وأيضا اللاعب أميموني وشمس الدين طالبي مكان اللاعب الخنوس إبراهيم دياز واسماعيل الصيبري، يعني باش أنك تبقى بداك النسق حتى الدقيقة 81 ربما هو كيشوف حاجة وحنا غادي نشوفوا حاجة أخرى. نقدروا نقولوا أنه ممكن مثلا يكون كان تغيير من الدقيقة 70 75 ولا مثلا يكون تغييرات متقطعة، ولكن للمدرب مدرب أدرى منا، بالتالي فما غاديش نتدخلوا في الخصوصيات ديالو. أحسن حاجة هي أننا كسبنا 3 نقاط وخا كانت صعبة، ولكن هذا درس يجب أن نستفيد منه. وبعد ذلك دخل سمير مرابط الدقيقة 90 أيضا مكان عز الدين أناحي. يعني لعبنا بالأجنحة، بدنا التشكيلة اللي كتعتمد على امتلاك الكرة، هو أن المدرب عمر وسط الميدان ولعبنا بأميموني وطالبي على الأطراف، بالتالي فشفنا واحد التغير في المباراة. بعد ذلك ضغط علينا المنتخب الاسكتلندي كما وقع علينا أيضا بنفس الشيء في مباراة أمام البرازيل. بعد ما دخلوا الأجنحة، دخل رحيمي، دخل طالبي، دخل أيضا أميموني، ضغطوا علينا وكانوا غادي يماركوا. لما أيضا شفنا أن المنتخب الاسكتلندي نفس الشيء. يعني ينفع كتكون واحد الترانزيسيون حتى في التغييرات، فتيكون واحد مرحلة انتقالية كيستغلها المدرب الخصم. ولكن حسن الحظ أيضا كاين بونو، كاين شادي رياض وديوب، لاعبين اليوم قد تقاتلوا وداروا خدمة مزيانة، واخا بكل صراحة كنا باغيين أن المنتخب يسجل هدف ثاني لكي نرتاح. واخا جلسنا 90 دقيقة في هذه المباراة، ولكن جلسنا ما مرتاحينش، تصبح فقط هدف واحد فقط من بال أريتي ولا مثلا من زاوية ممكن يجي هدف التعادل. إذا هذا الشيء اللي عندنا بغيناش نطولوا. نتمنوا لكم التوفيق والتوفيق إلى المنتخب الوطني المغربي في المباراة الأخيرة أمام منتخب هايتي.